حلقة جديدة من مشكلة وحلها. المشكلة بحفظ واتشاتس كتير على نهاية الأسبوع. ببقى نسيت اللي حفظته في أوله. على نهاية الشهر ببقى مش فاكر حاجة خالص من اللكتسيونن أو الكابيتل اللي فاتت. الواتشاتس أنا اوريدي اختلطت بيه، بس أنا دلوقتي مش فاكره. الأول أقول السبب وبعد كده أقول الحل. السبب ان انت ما بقتش تستخدم الفوتشاتس ده، يعني انت خزنت الكلام ده فهو قعد عندك في الكوتس سايد كداشنس، الذاكره قصيره المدى، ثم بعد كده الذاكره دي لقيت ان هي ما بتستخدمش الكلام ده فاتخلصت من حوالي 90% من الحاجات اللي دخلت فيها، فانت بتنسى. يبقى عدم استخدام وممارسه الحاجات اللي انت اتعلمتها هي السبب في نسيانها. حلها بسيط جدا، لازم تعمل يوم ليك في الأسبوع، على الأقل يوم مراجعة، واليوم ده تقسمه على الفيا فاتشكايتن، تقسمه على الأربع مهارات: الليزن القراية، الشرايبن الكتابة، الهورن الاستماع، السبريشن المحادثة. ولازم زي ما قلنا كده نخلي الليزن مع الشرايبن والهورن مع السبريشن، المهارتين دول بيخدموا على بعض ودول بيخدموا على بعض. لازم كل اسبوع تجيب كل اللي فات، مش بتاع الاسبوع ده بس، كل اللي فات. مع الوقت هتلاقي نفسك في حاجات فاتت انت قررتها كتير جدا، فخلاص الحاجات دي haben sich in deinem Kopf befestigt، اتثبتت في دماغك، فخلاص هتركنها، اتثبتت فعلا، راحت على الذاكرة زي ما بنقول طويلة المدى، lange Zeit Gedächtnis، وهيتبقى الحاجات اللي اتكررت مدة بسيطة هي اللي هتحتاج تكررها تاني. ومع التكرار ده، لان احنا مش في بلد بنمارس فيها اللغة دي، فما فيش غير حل المراجعة ده. مع التكرار هتلاقي نفسك لسه متذكر المعلومات اللي انت عملت لها aufnehmen من فترة. وشكرا، ويا رب تكونوا استفدتوا.